السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم اخواتي ومتابعيني في كل مكان في الوطن العربي. النهاردة عندنا حدث مهم جدا وحدث شيق كل العالم اتكلم عنه، ولكن المغاربة دايما عندهم تفكير معين وخاص جدا نحو اي خبر او موضوع يثير ضجة او جدل كبير جدا في منطقة المغرب او في مملكة المغرب الشريفة. وطبعا كل التحية والاحترام والتقدير لملك المغرب العظيم وشعب المغرب المحترم، ولكن النهاردة هذا الحدث قد يغير فكرة اخواتنا المغاربة عننا ويتكلموا عننا كويس، يتكلموا عننا وحش. هنشوف كل ده في الفيديو بتاع النهاردة، ولكن تفضلا منكم وليس امرا اتمنى من حضراتكم تدعمونا باللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس، وكمان في ايقونة تحت الفيديو مباشرة معمول عليها كلمة سانكوس على شكل قلب كده، او جريسياس او ثانك يو او ميرسي، ايا كانت اللغة اللي انت بتكلمنا او بتتابعنا من خلالها. حضرتك تقدر تشوف القلب ده وتدعم القناة من خلاله، او في رقم موجود داخل صندوق الوصف تقدر كمان حضرتك تدخل عليه وتتابعنا وتقول لنا مقترحاتك، واحنا تحت امرك في اي حاجة. فتابع معانا هذا الفيديو لانه فيديو فعلا اثار جدل كبير جدا، ويهمني ان حضراتكم تكونوا معانا. اتفضلوا نسمع التفاصيل. وانضباط ووفاء لشعاركم الخالد الله الوطن الملك، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لكم القصد. أقسم بالله العظيم أن أخلص لله ولملكي وأن أتفانى في خدمة وطني ودفع كل خطر يهدده وأن أنفذ أوامر قائد الأعلى صاحب الجلالة أدى الضباط الجدد خريجو المدارس العسكرية وشبه العسكرية القسم بين يدي صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، في حفل أداء القسم في هذا اليوم المجيد الذي يوافق عيدا راسخا في وجدان الشعب المغربي، عيد العرش، في ذكراه 26، مناسبة تعكس كل سنة تلك الرابطة المتينة والعروة الوثقى التي تجمع العرش بالشعب. وقد تفضل جلالة الملك فأطلق على الفوج الجديد اسم السلطان أحمد المنصور الدهبي. هي صورة من صور الوطنية الحقة تعكس عظمة الانضباط والوفاء للوطن وعراقة التقاليد العسكرية المغربية الأصيلة. لحظة خالدة في أذهان الضباط الجدد خريجي المدارس العسكرية وشبه العسكرية، وهم يقفون صفوفا متراصة أمام قائد الأمة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، في هذا اليوم التاريخي في مناسبة عظيمة، عيد العرش المجيد. الضباط الجدد يؤدون القسم بكل فخر وإجلال أمام جلالة الملك، مؤكدين ولاءهم التام للوطن والعرش، ومستعدين لبذل كل غال ونفيس في سبيل الدفاع عن وحدة المغرب وسيادته، متعهدين بالطاعة والتضحية والانضباط انسجاما مع القيم النبيلة التي تغرسها القوات المسلحة الملكية طيلة مدة التكوين. جلالة الملك رمز الوحدة الوطنية وحامي الثوابت الدينية، أشاد في كلمته السامية بالجهود الجبارة التي تبذلها المؤسسة العسكرية لصون أمن البلاد واستقرارها، كما حث المتخرجين على الاستمرار في التكوين والاجتهاد لمواكبة التحديات الحديثة. فهذا الحفل هو مناسبة لتأكيد التلاحم المتين بين العرش والشعب، وتجسيد للثقة المطلقة في رجال ونساء القوات المسلحة الملكية الذين يحرسون حوزة الوطن بكل شجاعة وإخلاص. فخر وولاء وتضحية، شعارات تتردد في قلوب هؤلاء الضباط المتخرجين الذين يكتبون بسواعدهم ملحمة الدفاع عن الوطن
تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس حفظه الله وأيده. فالمغرب والمغاربة يعتزون بما تتوفر عليه مكونات أسرة الدفاع والأمن من تكوين حديث وكفاءة عالية، وبما تتحلى به من يقظة والتزام وانضباط، سواء في الدفاع عن وحدة الوطن وصيانة أمنه واستقراره، أو في مجال الأعمال الاجتماعية والإنسانية داخل الوطن وخارجه، ملتزمة بروح الوطنية والتجند والانضباط المشهود بها للقوات المسلحة الملكية في النهوض بواجبها الوطني، وذلك في وفاء دائم بالشعار الخالد: الله الوطن الملك. وعقب أداء القسم يقوم صاحب الجلالة القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة وانضباط ووفاء بشعاركم الخالد: الله الوطن الملك. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. القصد. أقسم بالله العظيم أن أخلص لله ولملكي وأن أتفانى في خدمة وطني ودفع كل خطر يهدده وأن أنفذ أوامر قائد الأعلى صاحب الجلالة أدى الضباط الجدد خريجو المدارس العسكرية وشبه العسكرية القسم بين يدي صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، في حفل أداء القسم في هذا اليوم المجيد الذي يوافق عيدا اهلا وسهلا بحضراتكم مره تانية. ودايما بنقول لكم الحكايه في المغرب، الحكايه مش مجرد اسم وجاي من فراغ، ده الحكايه موضوع كبير جدا، موضوع فعلا بيثير الجدل، بيتسبب في اثاره كبيره جدا لاشتياق كل الناس انها تعرف حاجه عن المغرب، فبيدخل يعمل بحث عن الحكايه في المغرب. ولكن كتير جدا من اخواتنا وحبايبنا اللي بيتابعونا عارفين كويس جدا اننا ما بنقصرش في احداثنا ومواضيعنا عن ان احنا نعرضها لحضراتكم. في النهايه بشكركم جدا، بشكر كل اخواتي وحبايبي اللي تابعوني من البدايه حتى النهايه. شكرا ليكم، شكرا بالزاف، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.